حبيتها من واحنا في الجامعة، كل حاجة فيها شدتني ليها، ابتسامتها الرقيقة، قلبها الطيب، أخلاقها وأدبها، أصلها الطيب. اتمنيتها زوجة ليا بس ظروفي صعبة، اتخرجت من الكلية واشتغلت في شركة بمرتب ضعيف ما يفتحش بيت. ما جاتليش الجراءة إن أطلب إيديها، بس هي شجعتني وقالت لي اتقدم انت وملكش دعوة. وفعلا اتقدمت، وحسيت من أهلها إن هم مش مرحبين بيا علشان ظروفي المادية. حبيبتي اتمسكت بيا وأقنعتهم وتم الجواز، وعشنا على قد المرتب الضعيف لحد ما في يوم حصلت مشكلة في الشغل وسبت الشغل. روحت البيت منهار، لقيت مراتي مقابلاني بابتسامتها الجميلة، شافتني متغير، سألتني مالك، حكيت لها اللي حصل وعينيا دمعت. خدتني في حضنها وطبطبت عليا وقالت لي ولا يهمك، ربنا هو الرزاق الكريم، وإن شاء الله هيرزقك بوظيفة أحسن منها. وأنا في حضنها حسيت إني في حضن أم الدافي الحنين. مرت علينا أيام صعبة، بدور على شغل مش لاقي، استلفت من كل حد أعرفه وبرضه مش لاقي شغل. القعدة طولت ومراتي مستحملة، ونزلت تشتغل في حضانة بمرتب قليل، وقالت لي نوايا تسند الزير. ما سبتش حد غير لما كلمه على شغل ليا. إحساس صعب لما تحس إنك مش مكفي بيتك بأبسط حاجة. نمنا كتير من غير عشاء. مراتي خرجت بدري على شغلها وقالت لي هتروح تكشف بعد الشغل علشان تعبانة. جالي تليفون من واحد صاحبي شاف لي شغلانة وقال لي تجيلي حالا. رحت له جري ورحنا الشركة وقدمت ورقي، وقالوا لي تستلم شغلك من بكرة. روحت على البيت جري مستني مراتي ابشرها بالخبر السعيد. ما لقيتش مراتي في البيت، وشوية حسيت بباب الشقة بيتفتح. جريت عليها وخدتها في حضني وشلتها ولفيت بيها وانا بقول لها اخيرا لقيت شغل. لقيتها بتقول لي والدموع في عينيها وانا حامل. واخيرا لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.